جدا ان انا اسالك سؤال. انت لو جيت في الاخر ولقيت اخوان قدام عمر سليمان كسياسي، تختار ازاي؟ والله انا مش مضطر ان انا اختار ما بين الكساح والعمى، وساعتها هننزل كلنا في الشارع ونقول ان احنا مش مضطرين نختار ما بين الكساح والعمى. ده ثوريا سياسيا انت عندك موقف من الاخوان، هل تفضل عمر سليمان على الاخوان في الحاله ديت ولا تختار الاخوان؟ انا مش مضطر اني اقبل ان اتحط في الاختيار ده. لو ما قدرتش احرك الشارع واتحرك معاه هعتزل الانتخابات الرئاسيه. هل الصوت بتاع حضرتك ده مش امانه حضرتك؟ في ايدي. طيب طالما ان هو امانه، اذا فرض عليك فرضا انك تختار ما بين حاجتين انت غير مقتنع بيهم، هل حضرتك هتنزل وتدي الصوت ولا ابسط شيء انك تمتنع؟ اقول لحضرتك بمنتهى الوضوح، تحريض الشارع هو الحل بكل ما تعنيه الكلمه دي من معنى. وتحريض الشارع هنا مش ضد الفلول بس، انا بقول اولا ضد الاخوان المسلمين اللي اجهض الثوره مش الفلول. لو حد مد ايديه كده عشان يجهض الثوره، لو ما لقاش قوه من القوى السياسيه حطت ايديها في ايديه، ما كانتش الثوره اجهضت. اللي كان بيقنع الناس في وقت من الاوقات بكمال الجنزوري هم الاخوان، على الرغم ان كل الثوار قالوا لا، هم اللي النهارده بيقول لك عايزين نسحب منه الثقه. اللي كانوا يعني عشان كده بنقول الاثنين مسؤولين عن اجهاض الثوره. لو احنا بنتكلم عن اجهاض الثوره وان الحياه السياسيه اتسممت في مصر، فدي النتيجة المنطقية للتحالف أو الاتفاق سواء بقى الرسمي أو غير الرسمي اللي حصل ما بين المجلس العسكري من ناحية وما بين الإخوان المسلمين، لما اقتنع المجلس العسكري إن مفيش قوة منتظمة غير الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين هم